الثناء المواتي يا محب الثناء والمدح إني من حياء خواطر في شتاتي. حمدنا وثناؤنا ليس إلا هبة منك يا عظيم الهبات. ثم أما بعد، المشيعون الأفاضل معاشر الصائمين، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الجمع الحضور، أيها الشباب، أيها الأحبة بالله، معاشر الصائمين والصائمين، هكذا تبدأ الموت من الدنيا إلى القبر، فجدير بمن الموت مصرعه والقبر مضجعه والدود أنيسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره. على الإنسان أن يتذكر ويتفكر دائما أنه يحمل في طياته الموت. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي بعدم التعلق والركون على هذه الدنيا الفانية، فيقول رضي الله عنه وأرضاه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لحياتك وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها الأحبة الأفاضل، نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم مدحه ربه وذكره في القرآن الكريم بأنه ميت هو ومن عليها، أي هو وأمته صلى الله عليه وسلم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ورد في قوله: أي يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها الأحبة بالله، المشيعون الأفاضل، على الإنسان قلنا دائما أن يتفكر ويتذكر الموت، ولا سيما ونحن في العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر أواخره تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوينا من النار. فندعو لهذا الفقيد رحمة الله عليه، ونتوجه بأخلص تعازينا إلى عائلة الفقيد في مصابهم الجلل، ونقول لهم: عظم الله أجركم في مصابكم الجلل، وأحسن الله عزاءكم، وغفر لجميع من حضر وشيع جنازتكم، وثبت الله أجوركم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بقوله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدت ربك واسترجعت إلى ربك جل وعلا في علاه، فبشرك بأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنا من هذا المنبر ومن هذه المقبرة التي نترحم فيها على عامة المسلمين والمسلمات أتوجه إلى أمه وهي في البقاع المقدسة، أطهر مكان وأشرف مكان وأشرف بقعة من هذا المنبر. أقول لك أماه، توجهي وتضرعي وأنت في حضن البيت الحرام، تضرعي وأنت ما بين الصفا والمروة وماء زمزم، وادعي بدعائك فالدعاء مستجاب مقبول لا مردود. هذا في البقاع المقدسة. أما أنتم فأمانة على رقابكم أحباؤه وذويه وجيرانه ومن عرفه بأن تخلصوا له الدعاء، ولا سيما ونحن في العشر الأواخر منه. فاللهم ثبته بالسؤال الثابت عند الملكين، اللهم ثبته بالسؤال الثابت عند الملكين. اللهم إنك قلت وأنت أصدق القائلين على الدارين: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاللهم ثبته على لا إله إلا الله وعلى سؤال الملكين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل شاهدا له في ميزان حسنات
برحمته مصداقا لقوله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، فأتقن عمله بالواجب الوطني بفناء وإخلاص، فاللهم وسع له في قبره مدى بصره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أنزل على أبيه وذويه وأبيه وأمه وإخوانه الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المشيعون الأفاضل الصائمون والصائمات، ثبت فيكم قول الله عز وجل الصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجعون إلى دياركم وإلى أهلكم وإلى ذويكم سالمين غانمين فارحين مستبشرين. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ثبت عشرات وخطوات من شيع جنازتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. جيراننا إخواننا تكاتفوا وكونوا كلحمة واحدة في باب التكاتف وفي باب التلاحم والاتحاد. وسوخوكم يوسف ان شاء الله رب العالمين يبارك له بالبقيه، ووقفوا معه في هذا المصاب الجلل، وان شاء الله رب العالمين يثبت اجورنا واجوركم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا جئناك شفعاء في هذا الفقيد فشفعنا فيه، فانك قلت وانت اصدق القائلين على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 وفي رواية 100 رجل يشفعون الله ويسألونه الشفاعة إلا شفعهم فيه، فاللهم شفعنا فيه. اللهم شفعنا فيه. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله في حوصلة طيور الجنة، إنك قلت وأنت أصدق القائلين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثبت الله أجورنا وأجورنكم، تقبل الله صيامنا وصيامكم بمزيد من الأجر والمغفرة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.